بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وطبيب نفوسنا الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما المولى بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين له الفدا، وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. شوية صوت السماعة لوت، هاي الخنة شيلها شوية. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أسعد الله أيامكم وتقبل الله منا جميعا هذا الحفل المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ذخيرة أعمالنا وآخرتنا. رزقنا الله وإياكم الثبات على ولاية محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في الواقع الوقت محدد لي، ولكن هذا الحفل له حق، هذا الحضور له حق علي، فهنالك عدة أبعاد يجب أن نتحدث عنها في هذه العجالة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أولاً أحببت أن أشير إلى نقطة حول التعريف بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنتم أهل معرفة في هذا المجال، لكن من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في التعريف بآل الرسول كما ورد في نهج البلاغة، أذكر بعضها على عجالة، لأننا في الواقع ما نحتاجه بالخصوص في هذا العصر التي كثرت فيها الشبهات، وأولئك الذين يوجدون التشكيك في أهل البيت وصفاتهم وعصمتهم. فلذلك إخواني علينا أن نتعمق بمعرفتهم، وهذه المجالس هي وسيلة من الوسائل للتعريف بهم. وكما ذكرت في إشارات سابقة، ليس المراد من المعرفة هو معرفة الهوية الشخصية لأهل البيت، وإنما معرفة مكانة أهل البيت وعظمة أهل البيت وأثر أهل البيت على حياة البشرية جمعاء. مع الأسف هنالك من يحاول أن يزيل القدسية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم بذريعة أنهم بشر. نعم هم بشر، ولكن كما ورد عنه عليه السلام المولى أمير المؤمنين: نحن بشر ولكن لا يقاس بنا أحد. نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. إدراك ماهية وحقيقة أهل البيت في الواقع سر مكنون، ربما يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكشفه لنا، ولكن في هذه الدنيا لا يمكن لنا أن نتعرف عن سر ماهيتهم، ولكن علينا أن نعرف مكانتهم ومقامهم ومراتبهم التي رتبهم الله بها.
كما ورد في زيارة عاشوراء عندما تصل إلى مورد من موارد اللعن فنلعن أولئك الذين دفعوا أهل البيت عن تلك المراتب التي رتبهم الله فيها. فلذلك معيار معرفة أهل البيت ليست معاييرنا، وإنما المعايير التي جعلها الله وجعلها رسوله وجعلوه هم. أما من معاييرنا في الواقع هنالك من أراد أن يعرفهم من خلال معاييرهم، المعايير الإنسانية والقياس على البشرية. فجاء أحدهم وقال عن رسول الله أنه نابغة، وشخص قال عن علي أنه شجاع، وأنه صوت العدالة، وأنه كذا وكذا. هذه كلها صحيح، هذه الصفات جيدة، ولكن لا تؤدي بنا إلى المعرفة التي أراد الله لنا أن نعرفهم بها. وتعرفون الحديث الذي ورد عن الفريقين، وهو من الأحاديث المسلمة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني يموت على الكفر ولا يموت على الإيمان. فلذلك إخواني، من خلال هذه المجالس المباركة التي هي من نعم الله علينا نحن أتباع أهل البيت إن شاء الله، هي فيها البركة وتوصلنا إلى المعرفة التي أرادها رب العباد لنا. فقال كما ورد عنه عليه السلام في التعريف بأهل البيت: هم موضع سره وملجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره، أي ظهر الدين، وأذهب ارتعاد فرائصه. يعني بأهل البيت تزول الشبهات ويزول الاضطراب الفكري والعقائدي الذي في الواقع ربما نحن قد ابتلينا به في هذا العصر. ولذلك المولى هكذا يقول. ثم ورد يقول: هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء المغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. طبعا كل فقرة من هذه الفقرات تحتاج إلى تبيين وتحتاج إلى توضيح، ولكن بما أنكم الحمد لله من أهل الفضل فأحببت أن أسردها عليكم بطريقة في الواقع سريعة. وقال عليه السلام: هم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق. وأيضا قال عليه السلام: نحن أهل لبيت منها بمنجات ولسنا فيها بدعاة. وقال عليه السلام أيضا راويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عترته خير العتر وأسرته خير الأسر وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال. وأيضا قال عليه السلام: أئن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم. إذا خوى يعني إذا غاب نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع وأراكم ما كنتم تأملون. وأيضا عنه عليه السلام: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكمة، ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. وأيضا عنه عليه السلام قال: وعندنا أهل البيت وعندنا أبواب الحكم
وضياء الأمر أبواب الحكم وضياء الأمر. وقال عليه السلام: فيهم كرائم القرآن، أي آيات القرآن، وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا أصدقوا، وإن صمتوا أو صمتوا لم يسبقوا. وأيضا آخر فقرة عنه عليه السلام في تعريف أهل البيت: هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون لحق ولا يختلفون فيه، وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته. عقل الدين وقاية ورعاية، عقل الدين عقل وقاية ورعاية، لا عقل سماع ورواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. أعيد آخر كلمة إذا ندقق بها كل فليحاسب نفسه هل هو منهم أو لا، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. يعني أولئك الذين يطبقون ما علموا، أما أن تعلم وتخالف فما فائدة ذلك العلم. ولذلك في الدعاء نقرأ: نستعيذ بالله بعد صلاة العصر بالدعاء المأثور عن مولانا زين العباد سلام الله عليه: وأعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع. أحيانا ربما تعلم القرآن ولكن تخالف القرآن. كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه. أولئك الذين وقفوا أمام هذه الثورة والفكر الحسيني، أولئك كانوا يعرفون الحسين، يعرفونه أنه سيد شباب أهل الجنة، ولكن ما فائدة هذا العلم؟ إخواني، نحن بحاجة إلى علم مع تطبيق. من يدعي مثل ما قد تدعي هذه من الأبيات المعروفة لأحد العلماء السيد مهدي الأعرجي رحمة الله عليه، يقول: وتدعي العلم جهلا قد كذبت به، فذاك علم بلا عمل. من يدعي مثل ما قد تدعي سهرت عيناه في الليل من خوف ومن وجل. أما أن نعلم أن الله يرانا، ولكن هل نوقر الله؟ هل نخشى الله حقيقة في كل أبعاد حياتنا، أو فقط في الحسينيات، أو فقط في المراقد المقدسة، أو فقط في أيام شهر رمضان؟ الواحد منا، أقول عن نفسي ولا أتجاسر، يكون الواحد منا قديسا، ولكن عندما يخرج من حرم الإمام الرضا، شايفين بعض الناس يوم العيد كل شيء يكون حلالا، كل شيء يكون مباحا. إذا ذهب إلى حرم الإمام الرضا فتراه قديسا، لكن إذا ذهب إلى شانديز فتراه إبليسا بعينه. ما فائدة هذا العلم الذي ليس فيها عمل؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإخواني، نحن بحاجة إلى معرفة أبعاد أهل البيت، لا في بعد دون بعد. مع الأسف هنالك تعريف ناقص لأهل البيت ومقتضب. إذا تكلمنا عن الإمام زين العابدين فذلك عليل كربلاء، أما صاحب ثورة الذي قلب الأمر على يزيد لا يتعرض لهذا المعنى إلا قليل. وعن الحسين بعد أكثر اقتضابا أنه الذي استشهد في كربلاء في يوم عاشوراء، يعني 56 سنة من حياة الحسين
اختصرت بماذا؟ بساعة أو نصف ساعة، كلش ساعتين أو 3 ساعات بقراءة المقتل. أما بقية أبعاد حياة الإمام الحسين التي يجب أن تكون لنا نبراسا وتكون لنا قدوة حتى نتعلم دروسا كثيرا من حياة الحسين، فنرى هنالك نوع من التقصير فضلا عن القصور في هذا المجال. وهكذا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، شايفين بعض الشباب يعلق في رقبته على أساس أنه هذا السيف ذو الفقار. ما ندري واقعا ذو الفقار بهذه الصفة أو شكل آخر لا نعلم، لكن هل تعريف علي فقط بهذا؟ وبالخصوص بعض التماثيل والصور التي ترسم على أساس أنها صور لعلي، كأنه شخص داعشي ولاعب سيرك، بجنبه أسد، وكأنه علي بن أبي طالب لاعب سيرك. ما هذه المفاهيم؟ علي إذا أردت أن تعرفه فاقرأ نهج البلاغة. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، وما أدراك ما علي. علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن معه. وهكذا غيرها، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. فهذا علي لا نختزل وجوده وحياته ببعض التصورات القاصرة التي يتصورها البعض. وأما فاطمة وما أدراك ما فاطمة، فاطمة التي لا يرضى الله عن مخلوق عن أحد حتى ترضى عنه فاطمة. فمن هذه فاطمة؟ خالق الكون لا يرضى عن أحد ولا عن أي مخلوق إلا أن ترضى عنه فاطمة، نبيا ودون ذلك. حتى الملائكة المقربين كل هؤلاء واجب عليهم إرضاء فاطمة، فكيف بي أنا وأنت؟ كيف يجب علينا أن نرضي فاطمة؟ فيأتي البعض مع الأسف من السذج، من الذين أحملهم على محمل حسن أنهم قاصرون عن المعرفة، يقول فاطمة امرأة عادية، امرأة كسائر النساء، ولا يتقبل مسألة أنها لم ترى الطمث، يعني ما كانت عندها حالة النساء العاديات. هذه حوراء إنسية. فيأتي ويقول نعم هي أول كاتبة في الإسلام، وفتحنا الصين، يعني يتصور أنه بهذه الكلمة عرف فاطمة. فاطمة الله أول عرفها بآية التطهير وبآية الإطعام في سورة الدهر، وآيات أخرى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله الذي قال عنها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فإذا علينا أن نتعرف بأبعاد كل حياة أهل البيت، فعلينا بالمطالعة، ولا نكتفي بمحاضرة لدقائق ونريد أن نحصل على ضمان المعرفة الكاملة لأهل البيت عليهم السلام. فإذا أعزائي لا نكن مقصرين. هنالك مقولة بعد من أبعاد حياة الإمام الحسين أشير له، طبعا أبي الفضل العباس والاحتفال للولادات الثلاث، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أولا أبي الفضل العباس سلام الله عليه وصل إلى قمة المعرفة لإمام زمانه سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لذلك تلاحظوا المقولة المعروفة والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، لا عن قوميتي، لا عن عشيرتي، إني أحامي أبدا عن ديني وبعد، وليس عن أخي، وعن إمام صادق اليقين. فإذا هذه المعرفة هي التي جعلت هذا المقام الدنيوي لأبي الفضل فضلا عن المقام الأخروي. وأما
إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، فهو زين العباد، فهو الذي لم يترك، وإن مع الأسف البعض يقول هو عليل كربلاء، لا، الإمام ليس بعليل. الإمام سلام الله عليه كانت هذه الصفة، ولكن ليس هي الصفة الكاملة لوجوده بهذا الشكل. الإمام زين العابدين، اقرأ الصحيفة السجادية، الإمام لم يترك العمل ولم يترك التبليغ مع كل الحصار ومع كل القيود التي جعلت عليه، فهو ممنوع الخطابة، ممنوع إمامة الجماعة، ممنوع أن يفعل أي شيء، ولكن لم يترك. كان في السنة يشتري 1000 عبد ثم يعلمهم ويدرسهم ويطلق سراحهم. وهكذا كان إمامنا زين العابدين بطريقة الدعاء وهذه الأدعية المأثورة كان ينشر الفكر الشيعي، والفكر الذي هو في الواقع أكدت عليه مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن مع ذلك ربما الكثير ليست لديه معرفة بما جاء عن إمامنا زين العابدين، ذلك الذي قلب الأمر على يزيد بخطبته عندما قال أنا 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 أنا، وتعرفونها جميعا. ومن الأبعاد المهمة أيها الإخوة التي يجب أن نتعلمها من مدرسة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، أولا الانتصار ليس معناه عدم الموت، الانتصار ليس معناه عدم القتل، الانتصار ليس معناه عدم التضحية، بل بالعكس، التضحية هي التي تأتي بالانتصار. فإن الحسين كلنا نعتقد، بل حتى أعداؤه يعتقدون بأنه انتصر، وإلى يومنا هذا الحرب قائمة ضد الحسين وضد شعار الحسين، هيهات منا الذلة. الحسين عليه السلام ترى شعاراته اليوم هي شعارات كل إنسان طالب للحرية وطالب للاستقلال وطالب للإيمان الحقيقي والواقعي. فتلاحظون ما يجري في البلاد الإسلامية في بلد فلسطين، وأولئك المجاهدون الذين قال بعضهم واستشهد كما استشهد الإمام الحسين عليه السلام، هيهات منا الذلة، إما النصر أو الشهادة، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. فليس عدم الموت دليل على الانتصار، فيزيد في الظاهر حسب المعايير المادية قد انتصر، ولكن حسب الفورمول الإلهي والمعايير الإلهية الحسين هو المنتصر والدين هو المنتصر. وهذا ما سيتحقق 100% عندما يتحقق الظهور لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد. فإذا أعزائي علينا أن نتفهم هذه الأبعاد من حياة أهل البيت عليهم السلام، وهي في الواقع لا يسعني كما قلت في هذه العجالة أن أشير إليها جميعا. فإذا النصر ليس هو عدم القتل، وليس هو عدم الموت وعدم التضحية، لا، الآية تقول إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن الفارق الكبير وترجون من الله ما لا يرجون. والله سبحانه وتعالى عندما وعدنا بالنصر لا بعدم الموت، لا بعدم القتل. فانظروا للأنبياء كم قتلوا، وقتلوا أشد قتل، أولئك الذين قطعت رؤوسهم كيحيى بن زكريا من أجل فتوى، من أجل مسألة شرعية واحدة، وسار على هذا النهج سائر الأنبياء. فذلك إبراهيم الذي ألقي في تلك النار من أجل التوحيد ومن أجل معرفة الله سبحانه وتعالى، وذلك يونس، وذلك
نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. فإذا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان الأنبياء يمتحنون، يعذبون، يقتلون، يسجنون، فهل نحن نريد الإسلام كما قال مولانا أمير المؤمنين مع العافية، حيث قال يخاطب أصحابه: تطلبون الإسلام مع العافية؟ واليوم بعض الناس يشكك بالنصر الإلهي بسبب هذه الحوادث التي تحدث وبعض الانتكاسات التي تحدث. هذه أمور طبيعية، وأنا أعتبرها جميعا برمجة إلهية ومقدمة وتهيئة لظهور سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نريد الإسلام يأتينا من دون أن يكون في الطريق شوكة، والقرآن يقول: طريق ذات الشوكة، وهذا أمر طبيعي. فلذلك أعزائي، هذا ابتلاء وامتحان، لتغربلن غربلة، لتبلبلن بلبلة. لكن البعض يريدها حاضرة محضرة، وبدون تعب، بدون مشاكل، بدون ذبح، بدون تنكيل، بدون أي مشكلة. هذا أمر لا يمكن. انظروا إلى كتاب العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه بعنوان شهداء الفضيلة، وترجم إلى الفارسية: كم من العلماء المجتهدين الذين قتلوا من أجل فتوى، من علماء مدرسة أهل البيت. وهذا فخر لنا، نحن في مدرسة أهل البيت، علماء مدرسة أهل البيت لم يخضعوا لسلطان، لم يخضعوا لدولة وحكم كما خضع الأزهر وغيره وللحكومة الظالمة. فلذلك أعزائي، علينا أن نتعرف على هذه المفاهيم. فمن المفاهيم هي الحرية. فما معنى الحرية في مدرسة كربلاء؟ من أبرز الخصوصيات التي نلاحظها في واقعة الطف من خلال موقف سيد الشهداء عليه السلام، وهي فريدة من نوعها، وهي التي خلدت ثورة الحسين وتبقى مشعة على مدى العصور وإلى الأبد، هي المعرفة وليس القتل والشهادة. وليس القتل والشهادة، المعرفة. هناك الكثير ممن استشهد وقتل ظلما وعدوانا، ولكن قضية الحسين تختلف لما ذكرت، وهو عنصر المعرفة والبصيرة عند الإمام عليه السلام، والتي ظهرت من خلال كلماته ليلة العاشر من المحرم عندما حدث أصحابه عما سيجري له ومن يبقى معه غدا، حيث قال لهم: أنتم في حل من بيعتي، كما هو مضمون كلامه عليه السلام. فمن يريد أن يرحل فليرحل. وبين نهجه له، النهج الحسيني، وأنه مقتول لا محالة، والقوم لا يريدون غيره. فمن كانت لديه الرؤية واضحة رضي بالبقاء وبكل اطمئنان وسهولة مع الحسين. فأريد أن أشير إلى هذه النقطة ربما يغفل عنها الكثير، وهي هناك الكثير ممن ينادي بالحرية وكثير من الشعارات البراقة وهو لا يفهم معناها ولا يعرف حقيقتها، فهم كالببغاء. الحرية أيها المؤمنون ليس معناها أن تفعل ما تريد. الحرية ليست معناها أن تفعل ما تريد، وفوضى وفساد خلقي وانحطاط وعدم التقيد. البعض يقول لنا: أنتم عندما بدأت الثورة الإسلامية تقولون استقلال، آزادي، جمهورية إسلامية، حرية. ما المراد من الحرية؟ هو أن نفعل ما نشاء؟ أن نكون حتى الحيوانات أحسن من البشر؟ اليوم أصبح البشر يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، بل رأيت من تزوج بحمار، وأكثر من هذا من تزوج بشجرة. وربما تضحكون لهذا، وهذه أمور الآن موجودة. وهنالك من
تزوج مع نفسه، ولا أعلم مفهوم هذا المعنى. هذا معنى الانحطاط الخلقي للإنسان. زماننا كما ترى بأهله إلى وراء إلى وراء إلى وراء إلى وراء إلى وراء إلى وراء، ويسمون هذا بالحرية. فالحرية ليس معناها أن تفعل ما تريد، وفوضى وفساد خلقي وانحطاط وعدم التقيد بأي أصل من أصول الأخلاق. وإنما الحرية الحقيقية تنتج عن المعرفة والبصيرة النافذة. ربما نسأل: ماذا إذا تركت حيوانا يفعل ما يشاء؟ ماذا يحصل؟ الخروف اتركه أمام الذئاب. هذا الذي يقول الحجاب ليس بواجب، ليس ملزم المرأة بالحجاب، يعني كما لو تركت حيوانا أمام الذئاب. وأنا بتعبير الرجال إن تخلوا عن الدين والأخلاق فهو ذئب بعينه. وأقول بهذا المعنى دائما في محاضراتي أمام الأجانب، أقول: الذئب يقول للخروف I love you. لماذا الذئب يحب الخروف؟ والرجال يحبون النساء. لماذا يحبون النساء؟ قربة لله تعالى. طبعا إذا كان بعيدا عن المفهوم الديني والخلقي والأخلاقي. فإذا هذا الحيوان يعرف معنى الحرية فإنه يذهب من مكان إلى أي مكان شاء ويرغب، وربما تتلاقفه أسنان الذئاب. إذن أن يفعل الإنسان ما يشاء ولا يلتزم بأي ضابطة وميزان ليس هو من الحرية، وإنما هي الحرية ناتجة عن المعرفة وملازمة لها. أحيانا من معاني الحرية ألا تفعل، لا أن تفعل ما تهوى وما تشاء. هذا هو معنى الحرية التي نفهمه من واقع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لكن مع الأسف هنالك من يتصور أن الحرية هي أن تفعل ما تشاء وما تشتهي وما تهوى. فنحن إن نادينا في الحرية في الثورة الإسلامية المراد من الاستقلال والحرية. الاستقلال هو أن لا تكون مأمورا بأمر الشياطين، والحرية هو أن تكون منضبطا وأن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي إمام زمانك. فإذن الحرية هي كف النفس عما تهوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمعرفة الحقيقية التي أمرنا بها لهذه. المقصود من معرفة أهل البيت أي التعرف على سلوك أهل البيت، والتعرف على مفاهيم أهل البيت التي أمرونا بها والتي استشهدوا من أجلها. فهل نحن على استعداد لهذه المعرفة أم لا؟ فكل منا عليه أن يحاسب نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، أن يثبتنا على الالتزام بهذه الولاية التي هي من أكبر النعم علينا. شخص جاء لإمامنا الصادق، مضمون ما ورد وأحاول أن يكون ختام حديثي، جاء واشتكى له الفاقة، يعني اشتكى الفقر. قال له: يا ابن رسول الله أنا مهبق بتعبيرنا فقير. الإمام قال له: أنت أثرى الناس، أنت أغنى الناس. قال: وكيف يا ابن رسول الله وأنا لا أمتلك لقمة العيش؟ قال: ألست من الموالين لنا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: كم تعطى، كم تريد أن تعطى حتى تترك ولاية محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا السؤال لي ولك أيضا. فقال: لو أعطيت الدنيا وما فيها لا أترك ولايتكم يا أهل البيت. قال: إذن أنت أغنى الناس، أغلى شيء عندك، اللي كل ما موجود في الدنيا لا يمكن أن يقابل هذه الثروة. فالحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا
أمير المؤمنين والأئمة المعصومين: لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. اللهم صل على محمد. وشكرا على حسن الاستماع، وأعتذر من الإطالة، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبات بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.